ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بمجيء الكفار استشار المسلمين هل يخرج إليهم إلى الناحية التي جاءوا إليها أم أنه يبقى في المدينة، فشاور صلوات الله وسلامه عليه الصحابة في ذلك عملا بقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فأخذ يشاور عليه الصلاة والسلام الصحابة بين خيارين، الخيار الأول البقاء في المدينة متحصنين فيها إلى أن يدخل عليهم الأعداء في المدينة فيلاقونهم، أو أنهم يخرجون خارج المدينة إلى حيث المكان الذي وصل إليه الأعداء لمنازلة المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة في ذلك، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم وخاصة ممن فاتهم المشاركة في غزوة بدر، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم، أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إليهم وألحوا عليه في ذلك. وأما عبد الله بن أبي بن سلول فإنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام وعدم الخروج لمنازلة هؤلاء، وتابعه على ذلك بعض الصحابة. قال فألح أولئك يعني الفضلاء من الصحابة ولا سيما من فاتهم المشاركة في غزوة بدر ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته، فنهض ودخل بيته يعني بعد هذه المشاورة دخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لأمته، واللأمة الدرع آلة الحرب المعروفة، فلبس عليه الصلاة والسلام لأمته وخرج عليهم. وهذا الخروج وقد لبس اللأمة يعني أنه عزم عليه الصلاة والسلام على القتال، وانتهى أمر الشورى، انتهى أمر الشورى وعزم عليه الصلاة والسلام على القتال والخروج إليهم. وقد انثنى عزم بعض أولئك، انثنى عزم بعض أولئك يعني عن الخروج، فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فلما وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام لبس اللأمة واستعد للخروج بناء على المشاورة وإلحاح الفضلاء من الصحابة على الخروج، فقالوا له عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، يعني إذا عزم، معنى لبس لأمته أنه عزم على القتال وتهيأ، وهذا اللبس يعتبر شروع وبدأ في التوجه للقتال. فما ينبغي لنبي لبس لأمته يعني عزم على القتال وبدأ في الخطوات الأولى للتقدم للقتال أن يضعها حتى يقاتل، أن يضعها حتى يقاتل، أي ليس ينبغي له إذا عزم أي على القتال أن ينصرف وينقض عزمه. فلبس اللأمة وهي الدرع دليل على أنه قد عزم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، ورواه الإمام أحمد من حديث جابر بطوله بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح، وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ أتم منه، ورواه أيضا الحاكم والبيهقي في الدلائل وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري. قال وأتي
برجل من بني النجار فصلى عليه، يعني كان توفي رضي الله عنه في ذلك اليوم، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. والنجار هو لقب لرجل يقال له تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج، فبنو النجار من الخزرج. وقيل إن هذا الرجل لقب بهذا اللقب النجار لأنه قتل أو ضرب رجلا فنجره، فقيل لذلك لقب بالنجار. وقيل إنه ختن نفسه بالقدوم فلذلك لقب بالنجار، وقيل غير ذلك. الشاهد أن النجار لقب، واسمه تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج. نعم.